السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة السبت 28 ديسمبر 2024. هندردش في مجموعة كده للأسهم قبل جلسة الحد 29 ديسمبر، وهنقول في فرص كويسة في ظل هبوط السوق. هتبقى فرص حلوة إن شاء الله لو وصلت للأرقام بتاعتها دي. وهنبتدي القاهرة الإسكان والتعمير. في ميجور اب ترند في القاهرة الإسكان والتعمير على المدى المتوسط. ده على المدى المتوسط. طبعا على المدى القصير عندنا هنا دعم مهم في كلاستر دعوم هنا عند الجنيه 98 قرش او من الجنيه 99. نسبة فيبوناتشي واب ترند وخط اتجاه صاعد. جه في جلسة الخميس فتح 2 جنيه 4، طلع على حد 2 6، له 2 1، كلوز 2 4 بمليون و700 ألف سهم. طيب لو جه هنا ولقيناه او خدناه في حدود ال 2 جنيه هتبقى فرصة كويسة لهدف عند ال 2 جنيه ونص. اول مقاوماتنا طبعا 2 12 ثم 2 18 2 وربع، 2 جنيه وربع. ده القاهرة الإسكان والتعمير. ممكن بعد القاهرة نشوف شركة اسكندرية للزيوت المعدنية. أموك الدعم الأساسي بتاعه 7 جنيه ونص. طب جلسة الحد عشان نقول اللي هو إيجابي يشتغل فوق 77. جه في جلسة الخميس فتح 7 جنيه 77، 3 سبعات اهم. عمل هاي 7.80، اللو بتاعه 7.68، الكلوز 7.69. عشان نقول عليه إيجابي يشتغل فوق 77. طب أول مقاومة لينا هتبقى في حدود 8 جنيه، خط الترند ده، أو حوالين 8 جنيه. طب دعم القادم 67 ثم 7.5 الدعم الأساسي. في حال كسر 7.5 وقف خسارة. إيجابية فوق 77 يشتغل ويثبت فوق منها. طيب بعد اسكندرية للزيوت المعدنية ممكن نشوف نهر الخير. نهر الخير قفل تحت المقاومة بتاعته، قفل تحت 58 4 مليم. طب لو اشتغل فوقها، لو اشتغل فوق 58 4 مثلا 59، يبقى عندنا ال60 ورا 61 دول مقاومة. دعم 57 ثم 56.5، وعندنا دعم تاني عند 56 قرش. نهر الخير. طيب بعد نهر الخير ممكن المطاحن، نشوف مطاحن ومخابز اسكندرية. عمل فوليوم كبير في جلسة الخميس، فتح 25 جنيه 22، طلع لحد 27 69، كلوس 26 جنيه و70. طيب هيبقى عندنا دعم هنا عند 26 جنيه ومقاومة عند 27 جنيه نسبة فوبوناتشي، ثم 27 70. ده مطاحن ومخابز اسكندرية. طيب نشوف شرم دريمز. دي كانت من الفرص في جلسة الخميس عند 15 جنيه. هو فتح 16 جنيه و15 قرش، الهاي بتاعه طلع لحد 16 33 وراح جاي رامي لحد ال 15 جنيه ورجع قفل تاني عند ال 16. فاللي اشترى ب 15 كان في مكسب جنيه، يعني تقريبا في حدود 7-8%. برضو لو جاب ال 15 تاني بجلسة الحد تبقى فرصة. طيب دعمه فين بقى على المدى القصير؟ عندنا دعم هنا عند ال 15 جنيه و80، ادي كده دعم، ثم ال 15 30، 15 80 ثم 15 ثم 15. مقاوماتنا 16 ونص مقاومة، ثم في هنا كلاستر مقاومات في 16 85. لازم فوليوم كبير عشان يعديها. يعني لو هنا منفذ 630 ألف، لازم الفوليوم بتاعنا
على الأقل 1.5 مليون في شرم عشان يعدي المقاومة دي. 16.85 كلاستر مقاومات. ده بالنسبة لشرم. بعد شرم ممكن برضو من الأسهم والمضاربات القوية ممكن نشوف أودن. طب نشوف سي اي كابيتال هنا بالمرة، احنا واقفين قريب منه. دعم سي اي كابيتال 5.79 5.80. طيب هو اشتغل، هو فتح 5.79 طلع لحد 5.93 ونزل لحد 5.78 كلوز 5.81. لو اشتغل فوق 5.80 دي إيجابية عندنا، هيبقى هنا مقاومة هنا عند 5.95 ثم 6.20. في حالة كسر 5.80 يبقى عندنا هنا 5.60 ثم 5.35. ده بالنسبة لسي اي كابيتال القبض. طيب نشوف اسك للتعدين. اسك للتعدين ده يعتبر فرصة، بس امتى الفرصة؟ مش دلوقتي يعني امتى نوصل لها؟ هنا في 3 شمعات هو عرضي في السعر ده، في سعر 35 جنيه. الحته دي كده في 35 جنيه. فتح يوم الخميس 35.23 طلع لحد 35 وبعدين رمى لحد 34.80 كلوز 34.82. الدعم هنا عند 34.80 لحد 35، ده دعم كده. المقاومة عندنا هنا 35، نقول 35.30 مقاومة. في حال كسر المنطقة دي هيبقى عندنا هنا 31 جنيه. 31 جنيه دي الفرصة. 31 فرصة، اللي يشوفه ب31 دي فرصة. الفرصة دي فيها 11% للتريدة من 31 لحد 35 تقريبا، فيها 11-12% كمان. ليه 31 بيقولوا عليه فرصة؟ في هنا خط اتجاه هنقف عنده، وفي نسبة فيبوناتشي من ساعة ما طلع على المدى الطويل. طلع من كام؟ من 12 جنيه لحد 60 جنيه. 61% بتاعتها 31 جنيه. فال31 في أسك دي نسبة فيبوناتشي وخط اتجاه، فتعتبر فرصة. طيب بعد نشوف إعمار ولا نشوف إعمار. إعمار عنده دعم هنا، خط الترند هنا 7.45. في حالة كسره هيكون الدعم الجاي نسبة فيبوناتشي هنا 7 جنيه. عنده هدف عند 6.5 أو بالظبط عند 6.30. لو مقدرش يحافظ على 7 جنيه مقاومة 7.95 مرورا ب7.70. ده بالنسبة لإعمار. نشوف أكرو مصر. على المدى المتوسط هيبقى عنده دعم هنا 61.30 مقاومة 63 ثم 65. في حالة كسر 61 هيكون الدعم القادم هنا عند 59 جنيه، ودي هتكون فرصة لتريدة من 59 جنيه لحد 63. الأهلي للتنمية عنده هنا هو الدعم في هيبقى هنا كده خط اتجاه ده 29.5 أو حوالي 29.5. ده دعم مهم. في حالة كسره هيبقى عندنا
28 30 تقريبا، 28 30 ثم ال27، وال27 هتبقى فرصة. يعني اللي يشوفوا ب27 دي فرصة على المدى القصير، أهل التنمية ب27 دي فرصة. طب مقاوماته فين؟ عندنا هنا 31.5 مرورا بال30.5 ثم 33 ثم 33، يبقى 27 دي فرصة في الأهل التنمية. طيب بعد الأهل التنمية نشوف الاستثمار العقاري إليكو. إليكو دعم 163. طب في حال كسر 163 هيبقى عندنا هنا 154، والمقاومة الأساسية 170 قرش. 170 قرش. طيب نشوف أسهم المضاربات. أودن. أودن الاستثمارات خرج بره القناة الهابطة، في هنا في كلاستر مقاومات في 183 183 182، هنا في كلاستر مقاومات، ده خط الترند وخط اتجاه وخط عرضي. 183 دي مقاومات. هو جه هنا في جلسة الخميس فتح 180 قرش، هاي بتاعه 181 حتى ما وصلش المقاومة، ونزل ل 178 كلوز 179. هيبقى عنده هنا دعم 169، يعني كنت كاتبه عشان ما انساهوش. 169 ده دعم مهم، ونسبة فيبوناتشي هدف لينا. برضو ال 169 دي هتبقى فرصة للتريدة. طيب بعد كده نشوف الصناعات الهندسية. الصخور، لا ده بورصة نيل. نشوف الصناعات الهندسية. ايكون واقف عند دعم 23.25، ده دعم. في حالة كسره هيبقى عندنا دعم بعد كده. هنا عندنا دعم هنا 22.5 أو حوالي 22.5 ثم 21.70، مقاومة 24 ثم 24.80. ده ايكون. بعد كده نشوف بعد كده الأسهم المضاربات اللي الناس بتتكلم عليها كتير. المصريين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المصريين ممكن نقول دبل توب، ممكن، مش عارف. طيب المهم أهم حاجة عندنا يبقى الخط ده عندنا مهم جدا. 23 قرش ده خط مهم. لو قلنا دبل توب كسر 23 لحد 23.2 مليم، هيبقى هدف عندنا 21 جنيه. هتكون سريعة وخاطفة. اللي يشوفه برضو 21 ده فرصة، يعني اللي يحط يرمي اوردر كده وينساه 21 يعني في نفس الجلسة، مش يسيبه كذا جلسة، لا هو جلسة واحدة. من 21 ل 23 ده فرصة 10%. طيب المصريين للإسكان دعم 37، مقاومة 41 قرش. الثبات فوق 37.5 أو 37.5 مليم، هيودينا ل 41 جنيه، 41 قرش سوري.
مرورا بال39. ما قدرش يثبت فوق منها، هينزل ويجيب ال35 قرش. ده المصريين الإسكان والتعمير. أسهم المضاربات برضو جدوى. كنا قلنا جدوى ده في داون ترند، قناة هابطة، وصل اللو بتاع القناة وارتد منه الشمعة بتاعت الخميس إيجابية إلى حد ما. المهم الفوليوم يزيد عن كده شوية، هيبقى دعمنا هنا في حدود 4.15 ل4.20، 4 جنيه و15 قرش لحد 4.20. أول مقاومة لينا 4.38. في حال تقطيع هنقابل 4.75 ثم 5 جنيه الهدف بتاعنا، مرورا بالمقاومات دي 4.40 4.75 لحد 5. الفوليوم بس يزيد. بعد في جراند من أسهم المضاربات. على المدى القصير هيبقى هنا في 10.5، يليها 10.30، يليها 10.10. كل دي دعوم. وأهم دعم عندنا على المدى القصير 9.80، 9 جنيه و80 قرش، 9 جنيه و80 قرش ده الدعم. طب المقاومات عندنا 10.85. طب لو اشتغل فوق منها، في برضو هنا نسبة فوبوناتشي عند 11 جنيه، عداها يبقى في 11.75 ل 11.80 ثم 12 جنيه و20 قرش. ده الهدف في الفترة اللي جاية، 12 جنيه و20 قرش. في تنمية الاستثمار العقاري. هنا في كلاستر مقاومات عند 3 جنيه و70 قرش، خط اتجاه ونسبة فوبوناتشي ونزل منها أكتر من مرة. طيب دعمنا هنا 3.5، 3.55، يليه 3.45. طيب برضو السهم الجاي ده هيبقى فرصة برضو العز. قبل العز نشوف راميدا. هنا فتح 3.35، هاي 3.35، اللو بتاعه 3.30، كلوز 3.34. هنا دعمه في الحتة دي كده 3.30 أو 3.25، من 3.25 ل 3.30 ده دعم. قدر يثبت فوق منها، يبقى عندنا أول مقاومة 3.60. هو عرضي في الحتة دي، وال 3.25 ده يعتبر ارتد منها أكتر من مرة. أدي كده مرة، أدي كده 2 3، تعتبر دي الرابعة. كسرها هيبقى عندنا بعد كده 3 جنيه. طيب نشوف العز. عز الجوهرة كنت محدد له خط الترند ده ما يكسروش، للأسف كسره. كنت محدد هدف عند 28 جنيه، كسره. أصبح الدعم بتاعه دلوقتي 22.60 أو 22.5. مقاومة 23.60 ثم 24.5 لحد 25. طبعا هو فتح هنا 23 هاي 23.37، لو 23 جنيه فلات، كلوز 23.17. طب في حال كسر هنا 22.5، هيبقى هنا في خط الترند ده عند 21.25 لحد 21.5 نسبة فوبوناتشي، وهتبقى هنا الفرصة. اللي يشوفه ب21.5 دي فرصة في عز الجوهرة. بعد عز ممكن نشوف بريميوم هيلث كير جروب. طبعا احنا كنا محددين له هدف هنا عند 2 جنيه، 2 جنيه. طبعا هو طالع هنا من 40 قرش او من 45 قرش. فجاء في جلسة الخميس فتح جنيه 34، طلع لحد جنيه 54. اللو بتاعه جنيه 26، كلوز جنيه 54 ب46 مليون سهم. هيبقى دعمنا في الجلسة الجاية إن شاء الله 140 قرش، 141. المقاومة 162. في حال تخطي 162 فحوالي بتاع حوالي 25 قرش كمان فوق.
والثبات فوق ال 162. ما اقدرش يبقى عرضي في الحته دي، هيبقى رايح جاي كده ما بين ال 140 وال 162. ده بريميوم ال سي جروب. ممكن نشوف الحديد والصلب المناجم. الحديد والصلب المناجم كنا قلنا 392 ده دعم مهم، جه في جلسة الخميس وقف عنده له 392 كلوز 397 بمليون و600 ألف سهم. هيبقى الدعم بتاعنا في حال كسر ال 392 عندنا ال 385 ثم ال 63. اللي لاقيه ب 63 دي فرصة شراء حلوة للتريدة كويسة. طب أول مقاوماتنا هنا 4 جنيه و7 قروش ثم 4.30. ده بالنسبة للحديد والصلب. ممكن نشوف زهراء المعادي. كنا محددين له وقف خسارة عند ال4 جنيه، عند ال3 جنيه سوري، عند ال3 جنيه و40 قرش. كسر ال3 جنيه و40 قرش، هيبقى أول دعمنا من أول 23 لحد 3 وربع. مقاومة طبعا هتبقى 43 للتريدة، تريدة صغيرة كده. اتكلمنا على زهراء، اتكلمنا على المناجم، اتكلمنا على عز، اتكلمنا على جراند، اتكلمنا على ايكون، مصريين الاستثمار، مصريين التنمية، اودن، اكرو مصر، اسك، سي اي كابيتال، اموك، نهر الخير، شارم دريمز. اتكلمنا على مجموعة اسهم فيها بعض الفرص بشرط الوصول للرقم المعين ده. واي حد ليه اي استفسار يا ريت يسيبولي في الكومنت، نعلق عليه في الفيديو الجاي. الفيديو لو عجبكم يا ريت بعد اذنكم لايك وشير لي. تحياتي لحضراتكم جميعا، دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.